من المعلومات اللي نسمعها من المرضى عن مرض الربو إن مثلا البخاخات تسبب الإدمان. بالتأكيد أن البخاخات هذه ما تسبب الإدمان، ما فيها أي مادة ممكن تسبب الإدمان، ولكن بعض المرضى أو أغلب المرضى اللي يكونون عندهم تشخيص صحيح للربو يستعمل البخاخ هذا يعالج المشكلة اللي عنده، فيقوم يتنفس بشكل أفضل، الأعراض مثل السعال تنتهي. فبهالطريقة ممكن بعض المرضى يكون عندهم في الاعتقاد خاطئ أنه هو تعود على الدواء، لأنه من مجرد يوقف العلاج الأعراض ترجع مرة ثانية. السبب مو لأنه هو تعود على الدواء، ولكن السبب لأن البخاخ هذا يعالج المشكلة الأساسية، هي الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية اللي هو السبب الرئيسي لمرض الربو. فلأن البخاخ يعالج هذه المشكلة، فالمريض يتحسن. من يوقف العلاج الالتهابات هذه ترجع مرة ثانية في الشعب الهوائية، فبالتالي ترد الأعراض مرة ثانية. فالاعتقاد أنه هو إدمان بالعكس هو علاج، والمرض الربو أساسا مرض مزمن فيحتاج إلى العلاج لفترة طويلة أو علاج مزمن.